باب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا، وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان. فلا ظلم سيظهرنا ولا عدو سيضعفنا، فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا، نحن للدين الفداء. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا، نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء، نحن للدين الفداء. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، ومن سوانا، نحن للدين الفداء. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا. نحن للدين الفداء، نحن للدين الفداء. نجي بقى لموضوع القرآن الكريم. أهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم نعم. نقلوا القرآن للأمة أو لم ينقلوه؟ يعني انت ما اعرف شلون احكي لك اياها. انا اليوم اذا اريد اعرف نفسي السؤال اقول صعب انا يا جماعة، حيدر بن عبد سؤال صعب. الامير بن احمد بن حاتم الزندي، لا، زين، معروف لهالدرجة من السؤال عشيره صعب؟ الزند. لكن انا ما اجي الف وادور انا حيدر ابن فلان ابن بالعراق ببغداد، لا، انا اجي افهم الموضوع للمقابل، اقول له من هم اتباع اهل البيت. أنت مو سألتني كيف أن السنة أتباع أهل البيت؟ مو قلت لك السنة وقلت لي كيف؟ الآن حأخذ بإيدك لحتى نوصل أنا وياك. أهل البيت نقلوا للأمة القرآن أو كتبوه؟ تفضل. لأنه أنتم الشيعة عندكم قولان، قول تقولونه أمام أهل السنة، وقول فيما بينكم، يعني قول تقية وقول تواجهوننا، تمام؟ قول بينكم تعتقدون وهو أن أهل البيت كتموا القرآن فأنتم تكفرون بهذا القرآن في الحقيقة، وقول تقية أمامنا أنه لا نقلوا القرآن. فأنت الآن ستقول أمامي الآن بأي القولين؟ بالحقيقة ولا بالتقية؟ قل ما شئت، قل ما شئت، أنت اختار ما شئت. تخيل أقول لك اختار ما شئت من القول، تقية معليش، كل ما شو ما بدك تقول. ممكن تعيد هل السؤال أهل البيت، لانه هل علي بن أبي طالب نقل القرآن للأمة أو لم ينقله؟ تفضل. ليش ما نقرا القران؟ اكيد هم القران. لا يعني والله أنا سؤالي واضح. هل علي بن أبي طالب نقل القرآن للأمة أو لم ينقله؟ ليش ما نقل القران؟ ليش ما نقل للامه؟ طيب جميل جدا، نقل القرآن. علي بن أبي طالب يا جماعة، يقول ضيفنا الشيخ حيدر الزندي يقول إن نعم. علي بن أبي طالب نقل القرآن للأمة. يا سلام عليك، اتفضل أعطني شيعيا واحدا، مو أنت بتقول الشيعة أتباع أهل البيت، أعطيني شيعيا واحدا اتبع علي بن أبي طالب بأن تلقى عنه القرآن ونقله للأمة. تفضل. شيعيا واحدا؟ تخيل واحد، متخيل واحد يا رجل، واحد تخيل انا شيعي واحد وجاي اقول لك نقرا القران، تتخيل هذا الشيء؟ يا رجل، شيعي واحد بس، شيعي واحد بس إيه، يكون هذا نقل شيعي. القرآن انا عن شنو علي يعني؟ يعني للأمة. شنو قدامك؟ قدامك شنو مثلا؟ يهودي انا شيعي لك يعني واقول أنت لك نقرا سمعته القران أنت يعني أنت وهسه احنا سرقت. حاليا جاي ناخذ طيب تفاسير، جاي ناخذ طيب تفاسير اهل البيت بالقران. طيب يعني أنت شلون؟ يعني اهل البيت منين استنى اخذوا طب التفاسير غير من علي طيب. بن ابي طالب؟ منين اخذوا؟ من شكلك ما الحارة؟ فهمت السؤال، شكلك ما فهمت السؤال أو عم تستغبي عمدا. أنا ما سألتك عن إنه أنت سرقت منا نحن القرآن، أنا مو هذا اللي عم بسألك عنه. أنا عم بسألك أعطيني شيعي أخذ القرآن عن علي. ما عم تفهم بالعربي؟ أترجم لك فارسي؟ بالعربي أخذ القرآن، تلقى شلون القرآن يفهم؟ عن علي، عن علي، مو سرقه من أهل السنة. لا تقول لي أنت، بعرفك أنت سرقت القرآن من أهل السنة، كلكم الشيعة تسرقون القرآن من أهل السنة. أنا عم بسألك أعطيني شيعيا تلقى القرآن عن علي بن أبي طالب. سؤالي واضح.
يعني انا جاي اقول لك نعم احنا الشيعة نعترف بانه علي بن ابي طالب نقل لنا القران. حلو، اعطيني شيعي واحد ها. نقل القران عن علي. لا عاد انا قدامك شوف عداطلي دا اقول لك انا شيعي. عم يجدب علي، ترى هو مقصود عم يجدب عليها. لا هلا انت سمعت القران من علي، عم اقول لك تلقى القران عن علي، لا تجدب علي الله يصلح حالك. اعطيني شيعيا سمع القران من الله علي، يصلحك. تلقى القران عن علي، حفظ القران من علي، ثم هو نقله للامه. تفضل. شفتوا البلاده اللي كنا عم نحكي عنها من شوي؟ هذا المثال انت بين ليش الاثنين. تلف وتدور؟ انت ليش تلف وتدور؟ شنو وراك انت؟ دا اقول لك احنا ماخذين القران وبلاغه القران من اهل البيت، من علي بن ابي طالب واهل البيت. طيب مين هو؟ ها اعطيني شلون اوضح لك اياها بعد؟ يا عيني اعطيني شيعيا واحدا فقط، واحدا. نحن ها ما فيهم واحد، كلمه نحن ما فيها شخص واحد. اعطيني شخصا واحدا، مسمى شخص واحد تلقى القران عن علي ونقله، ويكون شيعي ونقله للامه، شخص واحد. لاحظوا ترى كل هذا هروب ولف ودوران. ها هسه انت تريد يعني روايه بانه احنا شلون تلقينا القران عن علي؟ لا، انا بدي واحد بس، واحد فقط، شخص واحد سمع القران من هو علي هذا. وحفظه من علي ونقله للامه، بس واحد يكون شيعي. ها انت هذا قصدك بانه انت المشكله يمك مو يم الشيعه، شوف فهمني. انت مشكلتك يم علي بانه هو ما حفظ القران وما نقله للامه. ما انا حكيت عن هذا الموضوع شيء يا جماعه، حكيت هذا لا لا الموضوع لا شيء. انت مشكلتك يم علي. طيب انا مشكلتك يم مره علي. اخرى، شوفوا البلاده اللي عم يتعامل مع لا دقيقه عمدا. بلاده ولا يا زلمه، طيب عرفتك انا عرفت خطتك شنو هو؟ انت خطتك مشكلتك ناطقه يم علي، عايزين نعرف مقوقعه على خطتك. علي بن ابي طالب، مع العلم طيب علي بن ابي طالب هو نفس القران. مره اخرى علي بن ابي طالب تدعي انت امام الجميع، ادعيت انه انتم آه. اتباع علي اسمعني، قلت لك لما سالتني من هم ما اتباع ادعيت، اهل لا البيت احنا الحقيقي. حقيقه اتباع علي يعني بن ابي طالب. لما اتكلم حاول تسمع الله يصلح حالك، مثل ما انا عم بسمعك اسمعني. انت ادعيت ان سالتني من هم اتباع علي بن ابي طالب الحقيقيين، اتباع اهل البيت الحقيقيين، قلت لك اهل السنه، قلت لي بين كيف، قلت لك الان أيوه. الميت كذب الغطاس، حنبين كيف انه اهل السنه هم اللي اتبعوا اهل البيت. الان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه نقل القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نقول والله هذا، والله نقول تقرب علي. منك القلب. خلني اتكلم بس، خن اتكلم. علي بن ابي طالب رضي الله عنه نقل القران عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسالتك تمام توافق على هذا؟ قلت نعم. يا سلام. طيب الان نحن اهل السنه سهل عندنا، الحمد لله اسانيدنا في القراءات واضحه، معروف ابو عبد الرحمن السلمي على سبيل المثال، لو سالتني اعطني رجلا واحدا اقول لك ابو عبد الرحمن السلمي نقل القران عن علي بن ابي طالب. طلبت اكثر بعطيك اكثر. انت الان اعطيني رجلا شيعيا واحدا، انا ما طالبتك بكل الشيعه، اسم واحد، يعني اسم شيعي واحد تلقى القران عن علي ونقله للامه، واحد، مشان نشوف من اتباع علي. نحن مشان نشوف الخطه، بدك الخطه من هم اتباع علي؟ الذين تلقوا عنه الدين ونقلوه للمؤمنين. الان اذا في شيعي نقل القران عن علي تفضل اعطيني اياه، اذا ما في معناته الشيعه ليسوا اتباع علي بن ابي طالب، حتى في القران ما تبعوا علي، في القران تسرقونه من عنا، نحن اللي نقلناه عن علي بن ابي طالب، انتم حراميه تسرقون القران من عنا مشان تدعوا انكم مسلمين. بس شفت الخطه ما احلاها؟ تفضل اعطيني الان اسم شيعيا واحد تلقى القران عن علي ونقله للامه. تيريريم تيريريم تيريم تيريم تيريم. اغفى طيب ترى النت ضعيف، تسوي تريرين تريرين هاي مالاتكم. ما شاء الله النت ضعيف وسامع التريريم. النت ضعيف بس هو سامع التريريم للامانه يعني. يعني هسه راح اطلع لك، هسه اعطيك اياها. حاول جوجل ما بيساعدك لانه جوجل مو شيعي، ما حيساعدك. لا مو جوجل، هذا كتاب يا حبيبي. يلا مو مثل ما بدك، مثل ما بدك، كتاب. والله دينك الشيعي كله ما حيساعدك، مو بس جوجل، ولا حتى دينك الشيعي ما حيساعدك. يلا هذا بحار الانوار اللي رعبكم، خاف تقول. ايوه. ايه شوف شلون هذه بحار تضحك. الانوار اللي رعبكم. هاي ضحكتك مال واحد يعني شلون مرعب. الرعب. ماشي يلا ماشي، على كل حال بيقولوا كلمه الحق سباقه. ماشي تفضل اعطيني، ما في مشكله، بحار الانوار بجيب كل المحيطات لك مو بس ساعه البحار. تضحك. يلا اعطيني اسم شيعي، انا لسه بس انتظر منك اسم شيعي واحد، بس انا لا زلت انتظر اسم شيعي واحد نقل القران عن علي بن ابي طالب، بس ما بدي شيء، سؤالي سهل بسيط،
وانت شيعي معمم شيخ متعلم باحث، كل هذا كلامك عن نفسك، صح؟ تفضل. يا ايها الشيعي العالم الباحث المتعلم اللي في مجالس العلم ولست في مجالس الترهات الشيعيه عند المعممين الهرائيين اللي انت قلت عنهم هذا الكلام، كله كلامك. الان تفضل بعد هذه الكميه الكبيره في المقدمه الطويله العريضه، اعطيني اسم شيعي واحد بس سمع القران من علي وحفظه ثم نقله للامه. هسه تدل راح اعطيك المصدر، راح اعطيك الصفحه. لا يا غالي، انا لا اريد لا مصدر ولا صفحه، وقت انا بدي المصدر والصفحه بسالك عنها. انا الان اسالك عن اسم شيعي واحد تلقى القران عن علي، لا تلف ولا تدور، بس اللي بدي مصدر وصفحه بسالك. الان سؤالي اعطيني اسم شيعي واحد سمع القران الكريم من علي بن ابي طالب كاملا وحفظه عن علي بن ابي طالب كاملا ونقله للامه كما سمعه علي من رسول الله ونقله للامه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل ايها الشيخ المعمم الباحث البحاثه الفهيم العلامه، تفضل. عرفت ايش قاعد تخرط؟ تقول ايش قاعد تخرط؟ الحمد لله. والله انا بدي اقول لك، قلت للشباب سبحان الله، كنت تعرفوا بدي اكمل انا واقول ترى هذا الكلام كله خرط لا تصدقوا، انت لحنك قلته فعلا، وانا اعترف هذا الكلام كله اللي قلته عنك والله كله خرط بخرط، بس ما في مشكله. يلا تفضل. مسامحك. يقول انا لك مسامحك. هنا يلا. بالعلامه المجلسي الامام ابي بكر عاصم بن النجود الكوفي امام اهل الكوفه وقاربها، وقرأ عاصم جميع القرآن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي، وهو جمع القرآن على أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، وقرأ على علي عليه السلام القرآن العظيم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن العظيم كما نزل على الروح الأمين من رب العالمين وأمنيته وحيه جبريل عليه السلام. هذا من هو؟ بحار هذا أبو بكر عاصم بن الجنود. عاصم بن الجنود. هذا العلامه الباحث اعمل لكم عاصم الجنود. شلون ناقل على شفتوا هذا عاصم الجنود بيقول لك عاصم الجنود. طيب لا ابو بكر بن عاصم الجنود. ابو بكر بن عاصم ابو بكر بن عاصم الجنود. ماشي، ابو بكر بن عاصم الجنود صح؟ نعم. يقول عن مين؟ مكتوب امامك، انا مالي شايف شو اللي مكتوب امامك، انت اللي شايف. عن مين هو عم يقول اخذ القران؟ العلامه، بسمعني، بحار الانوار العلامه المجلسي الجزء 104 الصفحه 220. جميل. مكتوب امامك اخذ القران عن مين؟ عن مين مكتوب امامك انه اخذ القران عن مين؟ قرأ القران عن مين؟ سمع القران من مين؟ امام اهل الكوفه، وقرأها عاصم جميع القرآن علي ابي عبد الرحمن عن عبد الله. اسمعني لا تضل تضحك، لا تضل. لا بس لانها مو علي ابي انت عم تقول مثل علي حسن سلوكه، على حسن سلوكه عم تقول علي حسن سلوكه. اسمعني لحظه، انت مثل اللي بيقول علي حسن سلوكه وهو على حسن سلوكه. عيني، هي قرأ القرآن كله على ابي عبد الرحمن، مو قرأ القرآن كله علي ابي عبد الرحمن، على ابي عبد الرحمن. تفضل كمل، ما في مشكله. اذا قرأ القرآن على مين ايها العلامه البحاثه؟ لا يهمك خرط، كمل. قرأ القرآن على مين؟ عاصم قرأ على مين؟ على علي بن ابي طالب ولا على حدا ثاني؟ امامك مكتوب انه قرأ القرآن على مين؟ قرأ القرآن كله على ابي عبد الرحمن، صح؟ اصبح مش على علي بن ابي طالب، صح؟ فهمت هلا بقى؟ فهمت شيء ولا لسه؟ ضيفنا حيدر افتح المايك، افتح مايك. وينه ضيفنا اللي عم يقول خرط؟ ايه انت لا تقول خرط، هسه راح يطلعوها اخوان، طلعوها يمكم وبلكي يسكتونا. هذا بحار الانوار العلامه المجلسي الجزء 104 الصفحه 220. اقروها زين، لانه انا كل ما احكي هذا قاطعني ضل ها شوف اقروها كل زين. من اللي نقلها ومن اللي نقلها انه علي بن ابي طالب نقل لنا اياها امام اهل الكوفه، واهل الكوفه من هو؟ هلا بنشوف، هلا حنشوف من هو. بس اول شيء اهل الكوفه لحظه عيني لحظه، حنشوف مين هو، والله حنشوف مين هو. الان هذا ابو بكر، انت قلت ابو بكر عاصم الجنود، ها؟ قرأ على مين؟ مكتوب عندك قرأ القرآن كاملا على مين؟ على ابي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وهو قرأ جميع القرآن علي امير المؤمنين ابي الحسن
تمام. صلوات تمام. الله عليه، وقرأ إذا من علي عليه الذي السلام القرآن العظيم على رسول الله لحظة صلى لحظة الله عليه وآله وسلم لحظة لحظة كما لحظة 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 عيني لحظة. أنا ما بدي هلا من الذي قرأ على النبي، عارف إنه علي قرأ على النبي. أنا بدي من الذي قرأ القرآن على علي، على أمير المؤمنين. من الذي قرأ القرآن على علي؟ مو ذولا اياته، ما هذا يقول لك ابو بكر بن يا عاصم إلهي بن على البلد، جنود يا إلهي الكوفي، على البلد، يا امام إلهي على اهل البلد. الكوفه وقارئها، يعني هو اللي نقل لنا بحار الانوار العلامه المجلسي ده يذكر. انت مو طيب تريد أفهم. واحد يتواتر عن الثاني، لو انت جاي تلف وتدور. طيب أنت مو أمامك الكلام الآن، طيب لا ركز. مو بس طيب، لا طيبات همينه. طيب انت ركز أمامك. انت حركتك انبنت ضد علي بن ابي طالب. طيب ركز أمامك بالمكتوب، ركز بالمكتوب. يقول لك أبو بكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بيفهم ولا بده يفهم. يا عم اسمع، الله يصلح حالك. الآن أمامك، تابع معي تابع معي. أمامك مكتوب إنه أبو بكر قرأ على مين؟ قرأ جميع القرآن على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. هو ما قرأ القرآن على علي بن أبي طالب، هو ما قرأ القرآن على علي بن أبي طالب، هو قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. عاصم بحياته ما شافه لعلي أصلا يا غالي حتى يروي عنه القرآن، هو ما شافه أصلا، الله. ما شافه، ما رأى عليا أصلا، كيف سينقل عنه القرآن؟ ما رأى تأتيني يا عليا رجل أصلا. هذا تفسير خطير. عاصم ما رأى عليا أصلا حتى ينقل عنه القرآن. اللي رأى علي وسمع منه وحفظ منه القرآن هو أبو عبد ايه الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، اللي بين عاصم وبين علي، اللي هو زين، الواسطة في نقل شلون القرآن من طلعتها علي إلى هذه؟ عاصم. شلون فسرتها؟ اسمع شلون طلعتها؟ من الكلام المكتوب أمامك زين، مكتوب إنه شلون دريت عاصم عاصم بانه اكو فتره زمنيه ما تلقى بها علي بن ابي طالب؟ ممكن يعني توضح للمستمع؟ على عيني. لو رجعت يلا. إلى ترجمة إيه على عيني غالي. لو رجعت إلى ترجمة، يعني ترجمة يعني تاريخه سيرته. ادري اعرف شو ترجمه. ايه تمام. لو رجعت إلى ترجمة عاصم، إلى ترجمة عاصم، ستجد أنه لم يدرك علي بن أبي طالب ولم يره ولم يسمع منه أصلا. افتح الكتب كل واحد مرة ثانية وشوف ترجمة عاصم، فيها كلها حتلاقي نفس الكلام، أنه عاصم لم يروي عن علي بن أبي طالب مباشرة نهائيا، ولا التقى فيه أصلا، ولا حتى ايه التقى فيه أصلا. عرفت علي غالي؟ نعم. ليش؟ لحقول لك يعني ليش. اسم الكتاب ترجمه عاصم. ممكن تلاقي كتاب مستقل نعم باسم ترجمة عاصم، وممكن تلاقي كتب ترجمت لكثير من الناس ومنهم عاصم. عرفت علي؟ يعني تمام. في كتب ممكن تلاقي كتاب ترجمة عاصم لحاله. اذا ما يعني لقيت انا عند هذا انا تدري اخوي العزيز، انا تدري ليش ما اطلب على الانترنت؟ لان الانترنت به مغايرات وبه كذا، ما اعرف مصدر ما في شنو. مشكله، ما في لكن مشكله، انا اقرا حق الكتاب على مود اعطي المعلومه واخذ مكتسب معلومه. ما في مشكله، حقك خذ راحتك، ما في مشكله، ما في مشكله. وهذا الشيء انا اوعدك واوعد المستمعين الاخوه، اذا طلع وبعد عاصم ما ملتقي بعلي بن ابي طالب وما قارئ عليه، اذا العلامه المجلس هنا بحار الانوار اكذوبه. وانا اوعدكم بانه اسوي فيديو، اعمل فيديو احتج به قدام العلماء بانه نعم بحار الانوار اكذوبه، انتم جبتوا عاصم وخليتوه بزمن علي بن ابي طالب، وعاصم ما ادرك علي بن ابي طالب. نعم. انا بدي اياك بس تفهم مساله مني، انه اللي مكتوب امامك ليس فيه انه عاصم اخذ القران عن علي، ما موجود حتى بالبحار الانوار، ما قال هذا الكلام. قال لك انه اخذ القران عن ابي عبد الرحمن السلمي، ما قال انه اخذه عن علي. اللي اخذه عن علي هو ابو عبد الرحمن السلمي وليس عاصم. اللي امامك مكتوب انه اللي اخذ القران عن علي هو ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، هذا اللي قرأ على علي، هذا اخذ القران عن علي، هذا كان عايش بزمن علي. ايه نأجل هذا الموضوع، اجيب ترجمه عاصم ان شاء الله، وامام الكل وعد اسوي فيديو واجمع الناس العلماء من وين، اروح لهم واحتج امامهم على هذا النقل. اذا كان عاصم ما دارك علي بن ابي طالب وما ماخذ من عنده تفسير او قارئ عليه قران او طيب. كذا. هلا بدي منك شغله، نعم. شايف ابو عبد الرحمن هذا عبد الله بن حبيب السلمي، اي. هذا بقى بدي اياك تشوف لي هو سني ولا شيعي. سني ولا شيعي؟ زين انت شلون تاكدت هذا سني ولا شيعي؟ ما هو نفس الطريقه اللي عرفنا فيها عاصم بنعرف فيها ابو عبد الرحمن السلمي، وهي انه نرجع الى ترجمته، صح؟ ارجع انت الى الان، بدي منك ترجع الى ترجمه ابي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وشوف لي بقى هذا الرجل الذي قرأ القرآن على علي بن أبي طالب، قال لك وهو قرأ القرآن جميعه على أمير المؤمنين. هذا اللي قرأ القرآن على أمير المؤمنين اللي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي.
شوف لي يا سني ولا شيعي، أنا اللي حاقول لك هذا الرجل سني محض، سني محض، وأنا طلبت منك من أول الكلام إذا تتذكر إنه جيب لي شيعي نقل القرآن عن علي، قمت أنت لما فتحت بحار الأنوار طلع معك إنه اللي نقل القرآن عن علي هو رجل سني وليس شيعيا. فيعني نحن الآن عم نسأل وين الشيعة؟ ليش ما في ولا واحد شيعي يقول القرآن عن علي؟ مفاجأة عجيبة لكنها حقيقية يا غالي، إنه فعلًا لا يوجد ولا شيعي نقل القرآن عن علي، والله عجيبة. باب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا، وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان. فلا ظلم سيظهرنا ولا عدو سيضعفنا، فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا، نحن للدين الفداء. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا، للدين الفداء. نحن للدين الفداء، نحن للدين الفداء. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، ومن سوانا، للدين الفداء. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا.